Oh. All right. We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. آرزو و آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود. به او خود باورمند می‌دانم و مسئول تحقیق امیر. تتوالى الصور والأخبار من أفغانستان حول التحولات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تجري داخل مختلف مناطق البلاد بعدما سيطرت حركة طالبان عليها، فيما تتجه الأنظار نحو أحمد مسعود، نجل زعيم الحرب الأفغاني الأسبق أحمد شاه مسعود، الذي يسيطر على وادي بنكشير معقل قوات التحالف الشمالي والمنطقة الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة طالبان حتى اليوم. يبدو أحمد مسعود وكأنه أبرز المرشحين لخلق قطب معارضة الداخل الأفغاني